السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناة قضايا اليوم. فيديو النهاردة هيتكلم عن قضية مهمة جدا، قضية بتهز المجتمع المصري كله بأكمله. قضية أصبحت منتشرة بشكل مبالغ فيه. أصبحت الزوجة الخاينة دلوقتي هي في منها كتير جدا. كلنا أكيد سمعنا عن قضية الزوجة الخاينة بنت أهلية، الموضوع اللي حصل في شهر 10/2024. الموضوع بيبدأ إن في واحدة اسمها فاطمة من محافظة الدقهلية، كانت متجوزة واحد اسمه سيد، وكانت عايشة معاه عيشة كويسة جدا، والناس كتيرة جدا كانت بتشكر فيه وفي أخلاقه. طبعا هو كان شغال غفير. الراجل ده مفيش حد بصراحة قال عليه كلمة وحشة جدا. إنسان كان بيحاول يشتغل طول اليوم بالنهار ويشتغل بالليل برضو، بحيث يبقى شغل إضافي عشان يقدر يحقق حياة كريمة ليه ولأسرته. طبعا فاطمة ما اكتفتش بكده وخلاص. فاطمة بتبلغ من العمر 34 عاما. واحدة جارتها طلبت منها التليفون بتاعها وقالت لها أنا عايزة أكلم محمد ابني. كانت هتطلب منه حاجة يجيبها لها. بعد كده هي أخدت الرقم وقعدت تكلمه، بدأت تتكلم معاه. في خلال شهر كانت تعتبر من الآخر معلقاه. كان بيتكلموا مع بعض كتير جدا في التليفون، وبدأ الموضوع يدخل في مقابلات، وبدأ بعد كده تدخل في علاقات جنسية. بدأ يحصل علاقة بينهم. العلاقة دي استمرت عام كامل. متخيلين؟ عام كامل، عام كامل مقابلات وكلام وحب وحاجات كتيرة جدا. كل ده وهي واحدة متجوزة ومخلفة، وبالعلم كمان هي معاها بنتها تقريبا عندها 20 سنة. بنتها أصلا كان جوزها بيجهزها وبيجيب لها حاجات في جهازها كتير عشان كان نفسه يفرح بيها ويجوزها. للأسف فاطمة الزوجة الخاينة ما اكتفتش بكده وخلاص. طبعا عملت مشاكل مع جوزها، واللي هي بقيت إنسانة بقى مش عايشة مرتاحة مع جوزها. طبعا لأنها بتحب واحد غير جوزها، في وضع طبيعي أي واحدة في الدنيا بتحب واحد غير جوزها هتلاقي علاقتها على طول مع جوزها أصبحت علاقة متدمرة جدا. بالإضافة كمان إن هي أي حاجة جوزها هيعملها لها مش هتعجبها، لأن طبيعي هي في واحد في حياتها تاني. طبعا كانت بتتقابل هي ومحمد عماد في حظيرة عندهم، وكانت بيتقابلوا فيها، وكانت بتمارس معاه علاقة جنسية. وبعد كده جوزها طبعا بدأ يشك في الأواخر بدأ يشك في أخلاقها، بدأ يشك في طريقتها. طبيعي أي حد بيغضب ربنا في حاجة بتلاقي دايما يبان على وشه كده حاجات مش طبيعية وأفعال برضو مش طبيعية. بدأ يشك فيها. اتخانق معاها مرة وقال لها هاتي التليفون بتاعك ده بصي. ما هي طبعا كانت بتبعت لها رسايل، بتتعامل بس بحرص شوية، فهو برضو كان شاكك في سلوكها، فأخد منها التليفون وقال لها مفيش تليفونات تاني، عايزة تعيش معايا بالشكل ده أهلا وسهلا. هي طبعا ما اكتفتش بكده، عملت معاه خناقة. المهم بعد كده محمد عماد ده لما لقي ان التليفون اتاخد منها، جوزها اخده، راح جايب لها واحد جديد. طبعا جوزها شاف معاها التليفون الجديد ده فاستغرب، قال لها انت جايباه منين؟ هي انكرت قعدت تدعي ان اهلها هم اللي جايبينها. فهو زعل منها جدا وراح واخدها وراح موديها عند اهلها. طبعا السيد الله يرحمه اللي هو زوجها اتعرض لحادث، فطبعا اهلها قالوا لها لا انتي بنت اصول والمفروض تروحي وتقفي جنب جوزك، العادات بقى والتقاليد اللي احنا كلنا بنبقى عارفينها دي. راحت فعلا وقعدت مع جوزها عشان تراعيه، ويا ريتها بصراحه ما راحت، لانها بدات بعد كده تتفق مع عشائها ان هي عايزين يخلصوا على جوزها. بدأوا يتفقوا مع بعض طب يتعاملوا ازاي، يقولوا ايه.
وطبعا دلوقتي اصلا النيابة بتفرغ الكاميرات وبتفرغ كمان الموبايلات بتاعتهم الاتنين، بتفرغ ان هل الموضوع حصل عن طريق التليفون ولا اتقابلوا ولا كان ايه الموضوع بالظبط، لان كده يعتبر الموضوع يعني مع يعني سبق الاصرار والترتب. فاللي هو ده يعني ان في حد اصلا يعني الاتنين متفقين وعاقدين النية، مبيتين النية ان هما يتخلصوا من الزوج. فطبعا هي كلمت محمد عماد واتفقت معاه وقالت له لما جوزي يجي بالليل من الشغل انا بعد ما ياكل حاجة قايله له ده انا سامعه فيه صوت تحت، تعال نشوف فيه ايه، لا يكون حد داخل يسرقنا ولا حاجة. طبعا نيمت العيال وقفلت عليهم الابواب وحاولت ان هي تعلي التلفزيون وتفتح المروحة وتعلي الصوت بحيث ان لما يحصل له حاجة ويصرخ محدش يسمعه من اولاده ولا حد يقدر ينقذه. طبعا هي كانت محضرة السكينة ومحضرين طوبة كانت يعني محطوطة جنب السلم بتاع البيت ومحضرين فاس، واتفقت مع محمد عماد اللي هو العشيق، قالت له لما هو احنا هننزل انا وهو انا هعيد النور بتاع السلم مرة مرتين كده يعني بحيث ان هو تبقى اشارة ما بينهم، واول ما ينزل تيجي انت ضربه بالطوبة على وشه وبعد كده نتعامل انا وانت مع بعض في الضرب بتاعه. وفعلا هما نزلوا الاتنين مع بعض، اداها الموبايل وقال لها افتحي الكشاف، فتحته وجت وهو نازل راح محمد عماد ضربه بالطوبة على وشه. طبعا السيد الله يرحمه كان بيحاول ان هو يفادي وشه بايده، فعشان كده حتى ايده كانت متعورة جامد. بعد كده هو طبعا ما ماتش في الوقت على طول، لا هي راحت جايبة السكينة وراحت ضرباه وطعناه عدة طعنات. وهي طبعا بتتكلم مع القاضي بتقوله ده انا لما ضربته بالسكينة هو كان في الروح. يعني ايه في الروح؟ يعني ما هو طبيعي هيبقى في الروح لسه. وهو ما اكتفوش بكده وبس، ما اكتفوش بكده، هو راح جاي بالفاس وراح ضربه على دماغه وعلى كل جسمه. فمتخيلين مدى الأذية اللي هي عرضت نفسها ليها ولجوزها ولأولادها؟ متخيلين يا جماعة احنا وصلنا لإيه بالظبط؟ متخيلين ان ما بقاش فيه يعني ما بقاش فيه اصول، ما بقاش فيه عشرة، ما بقاش فيه حاجة اسمها يعني احترام، ما بقاش فيه حاجة اسمها اخلاق. انتي واحدة ما انتش طايقة جوزك اتطلقي، بس ما تروحيش تعشقي واحد تاني، ما تروحيش تمشي معاه في الحرام وتتعاملي في كل حاجة في الحرام. ويا ريتك اكتفيتي بكده وبس. انتي ما اكتفيتيش بكده وبس، ده انتي واحدة قتلتي جوزك. كل ده عشان ايه؟ عشان تتجوزي العشيق بتاعك؟ يعني واحد اصغر منك بكتير جدا، انتي عندك 34 سنة وهو عنده 20 سنة، يعني الفرق بينكم كبير. انتي تروحي تبصي لواحد اصغر منك بالشكل ده وتدمري حياتك علشانه، وهو شاب كلكم شايفينه وهتشوفوه في المحكمة، شاب يعني كويس وشكله حلو. ليه تروح تضيع نفسك مع واحدة اكبر منك بالشكل ده ومتجوزة وعندها اولاد؟ وما اكتفيتش بكده وبس، ده انت حصلت علاقات جنسية واغضبت ربنا كتير، بالاضافة كمان ان انتوا قتلتوا واحد يعني يعتبر شهيد، يعني يا رب يتحسب عند ربنا شهيد. ان لما انت تنسى الاخلاق وتنسى المبادئ وتنسى الدين والقيم والاصول، وانت المفروض واحد من الأهلية يعني شخص فلاح، شخص المفروض تبقى عارف الاصول بدرجة كبيرة، لما يوصل بيك الحال ان انت تعمل كده يبقى انت ايه؟ للأسف احنا دلوقتي بقينا في مجتمع بجد بقى عامل زي الغابة، ما بقاش فيه رحمة، ما بقاش في حد يعرف اي حاجة عن الاحترام ولا الاخلاق. انا بجد بتكلم مع كل زوجة، كل واحدة انت مش عاجبك الحال مع جوزك اتطلقي، حتى لو اهلك اجبروكي انك انت تستمري معاه اتطلقي، انت اللي عايشة مفيش حد تاني عايش. بس ما تسيبيش نفسك انك تعشقي واحد غير جوزك وتحسي ان الحياة مع جوزك مستحيلة، وانك انت هتدخلي في يعني في جو يعني يغضب ربنا. طب ليه تسمحي لنفسك بحاجة زي كده؟ ما ممكن تتطلقي وتريحي نفسك وتريحي جوزك اللي انت ممكن تيجي عليكي وقت تقتليه، ممكن الشيطان يغريكي بحاجات كتيرة جدا.
ربنا يعني رب يرحم السيد، وبجد يعني ربنا مع أولاده، ربنا بجد يعني يصبرهم. ويا رب فاطمة دي ومحمد عماد بجد ياخدوا إعدام، يعني يا رب فعلا كده إنه اللي زي دول ياخدوا إعدام ويريح المجتمع كله منه، لأن النوعية دي ما ينفعش تعيش في وسط الناس. النوعية الخاينة الكذابة الغدارة ما ينفعش تعيش في وسط الناس كده والبشر. أسيبكم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.